مساء الخير. يا ترى لو كل واحد فينا فكر إن هو مولود لسه النهارده، هياخد قرارات شكلها إيه؟ قرار من حيث الشجاعة. يعني أنا أفتكر إنه الواحد أول ما ولادي اتولدوا كان عندهم قدر كبير من الشجاعة إنه تشد حاجة وتوقّعها وهي مش قلقانة إن هي عملت حاجة غلط ولا حد هيزعق لها، إنها ممكن تدخل مكان في أوضة ما كانش المفروض، ما هياش الأوضة بتاعتها اللي هتلعب فيها، فتدخل فيها وتلعب فيها من غير ما تعمل اعتبارات وحساب لحاجات كتير. إحنا آخر مرّة لمّا اتكلمنا على التغيير، وقُلنا إن التغيير يتطلب قدر كبير من الشجاعة. والحقيقة هو ليه بيتطلب شجاعة؟ لإنه اللي بيحصل إن المجتمع والظروف اللي حوالينا والطريقة اللي اتربينا بيها في المدرسة وفي الجامعة وفي العيلة بتحطنا في قوالب كتيرة، وزي boxes كده أهو في طريقة التفكير، في طريقة اتخاذ القرار. بنتعلم ما ناخدش قرارات مهمة ضرورية إن إحنا نتطور ونكبر. والحقيقة اتعمل العلماء عملوا دراسة جميلة أوي حابة أشاركها. عالم سافر South Africa جنوب أفريقيا في مكان موجود فيه فيلة كتيرة، وبص على البيبيز بتاعة الelephants دي، وبص لقى إن هم حاطين حوالين رجلهم ribbon، ولقى الأمهات والأبهات بتوع البيبيز دول عاملين لهم ribbons حوالين رجليهم. وقف يتفرج هو إزاي هذا الحجم من الفيلة ماشيين وما بيقطعوش الحبل اللي هو ملفوف على رجليه. إزاي ده؟ فراح سأل الترينر اللي واقف مع الفيلة، بيقول له هو أنتوا ليه رابطين رجلين الفيلة الصغيرة دي؟ وإزاي الكبار دول وهُم ماشيين ما بيحاولوش يخرجوا برّه الribbon اللي مربوط حوالين رجله؟ قال له هو بالضبط ده المقصود، إن هو نبني عندهم الخوف من إن هو يسيب المكان اللي هو متربي فيه في الحتة والحدود اللي هُم حاطينها، فيكسروا ويجروا، فبيبتدي يبني perception عنده، يبني في اللاوعي عند حتى على فكرة حتى الحيوانات وحتى الnature عندها لاوعي برضه، فيبتدي يحدد ويحجمه في حدود المساحة اللي المفروض إن هو يتحرك منها. إحنا بالضبط هو ده اللي بيحصل معانا. عشان كده اتخاذ أي قرار للتغيير هو ليه حسابات كتيرة أوي ويتطلب شجاعة. طيب الشجاعة دي إزاي لو أنا عايش حياة مش الحياة بتاعتي؟ يعني لو أنا في عايشة حسب ما الناس عايزاني أعيش، مش حسب ما حياتي أنا عايزة أمشّيها إزاي. ده علشان أقدر أخرج برّه الإطار ده، أنا محتاج يكون عندي آمم، آمم، تجربة، محتاج يكون عندي شجاعة، محتاج يكون عندي رؤية واضحة. أنا رؤية واضحة لمّا باقول هو أنا عايز آخُد قرار ده عشان إيه؟ مش زي ما قُلنا قبل كده في الحلقة اللي فاتت، أنا مش محتاجة أبقى شايفة كل الطريق قُدّامي. لمّا كانوا بيطلعوا mountain Everest ما كانش بيبقى شايف ارتفاع الجبل كُلّه مرّة واحدة، هو كان بيطلع على boot camp نمرة 1، وبعد كده لمّا يوصل ل1 يطلع للي بعديه لغاية ما وصل لmountain Everest للآخر. فأنا النهارده حابة أوي إن إحنا يبقى الموضوع اللي بنتكلم فيه الشجاعة واتخاذ القرار. ما فيش حاجة بتتغير لو ما خدناش قرار، وما كانش عندنا الشجاعة إننا ناخد قرار. بس الأول عايزة أقول أهلًا روما، أهلًا، أهلًا ريري. أهلًا جيجي. طيب أنتِ المرة اللي فاتت خدتينا في رحلة مهمة أوي تسبق رحلة الشجاعة بتاعة النهارده للتغيير. وأنا النهارده بقى عايزة أسأل على حاجة، بما إن أنا افتتحت الحلقة النهارده هو لو أنا لسه بيبي مولود كنت هاخد قرار شكله إيه؟ معناه إن إحنا محطوطين في prisons. عايزاكِ تقولي لي بقى إيه نوع الprisons والسجن اللي كان الإطار اللي كان محطوط لِك ribbon فيه،
وإيه نوعه، وخدتِ قرار إنه تكسري الribbon ده إزاي وتخرجي برّه السجن ده إزاي؟ الشجاعة هنا ظهرت، حبوب الشجاعة جات هنا. السؤال الصعب. لأ، هو أنا اكتشفت أنتِ لمّا بتقولي السؤال أنا حسيت إنه أصعب كتير من سؤال أنا مين. حسيت إيه ده، هو أنا لو اتولدت النهارده فعلًا كنت ممكن إيه اللي أنا كنت ممكن أغيّره أو أعمله بشكل مختلف أو لدرجة إن قلبي يعني بيشيك جوايا يعني. في الحقيقة إن أنا كنت هاقبل إن أنا إنسان، والإنسان ضعيف. أنا ما كنتش باحترم ضعفي. لابسة عباءة سوبرمان الحمرا دي مش عارفة ليه، بس أنا لبستها من وأنا صغيرة، إن كل حاجة تمشي صح وتخلص، ما فيش حاجة اسمها عندي مستحيل. فأنا كان عندي طول الوقت في شجاعة على فكرة، بس شجاعة عملت لي حالة من الإرهاق، في burn out لازم أخلّص كل الjob بتاعتي، أيًا كان بقى الjob دي أنا في أنهي مرحلة من حياتي، سواء أنا طفلة صغيرة، سواء أنا في الجامعة، سواء أنا أم باشتغل، أنا عايزة أنجز، طول الوقت أنا عايزة أنجز. ففي عِند طبعًا، أنا هاعمل اللي أنا عايزاه كده، حتى لو العِند ده هاكسّر الدنيا يعني. فلو هارجع لورا هاقول لريهام عيّطي على فكرة، وقولي ده too much، واقبلي الvulnerability بتاعتِك، إحساسِك بالهشاشة أوقات، لإن ده جزء منِّك، وده اللي هيعمل لِك التوازن في حياتِك. جو إنِّك لابسة shields طول الوقت وهاخلّص وهانجز، مهم في الحياة، بس لو هو ده واخد منّي 80% من طاقتي ومن تفكيري، فأنا عمري ما هالاقي السعادة. ليه واخد 80%؟ عايزاكِ بس تشرحي شوية. أنتِ طلعتِ مف في حواليكِ في الenvironment إن أنتِ لازم تبقي واخدة الshield ده علشان مش المفروض تبيني ضعيفة، يعني مهم إن إحنا برضه الناس تبقى شايفة. هاقول يمكن أنا باكتشف دلوقتي إن كل واحد فينا عنده ego. أوكي، الego مش إن أنا عندي pride وعندي كِبْر ولأ، الego بتاع كل شخص مختلف تمامًا عن الشخص التاني. فاكتشفت إن الego بتاعي إن الself image، إن شكلي يبقى كويس، أطلع بمظهر كويس. فده كان محرِّك أو كان هاقول هو drive تحت قراراتي إن دايمًا لازم يكون شكلي شاطرة، ناجحة، رفيّعة، قوية، يعني أو يمكن ده اللي الcommunity كان الصورة اللي بيصدّروا إن أنتِ المفروض تبقي ناجحة، المفروض تخشي الكلية الفلانية، المفروض تعملي الحاجة الفلانية، ومع الأسف ما عملتش أي حاجة من اللي هُم كانوا بيقولوه. فأنا كنت في صراع، أنا هاعمل اللي أنا عايزاه، وفي نفس الوقت اللي أنا عايزاه ده هو غالبًا بيخش في حالة من إن أنا مشمّرة كُمّي وبانُط من فوق السطوح عادي جدًا، وأهو ها ورّوني بقى تعملي اللي أنا عايزاه. فكان في غباء غير مُبرر وعدم احترام لإنسانيتي. أنا يعني لو هاقول كده فدلوقتي هاقول عادي الليستة الطويلة اللي أنتِ كاتبة فيها 15 حاجة، حاجة واحدة بس هتعمليها بquality، بحنيّة، بالتدرُّج، أحسن بكتير من 10، 15 حاجة هترضي فيها كل الأطراف الأخرى، وأنتِ هتطلعي منها تعبانة ومُرهقة، وحقيقي جاية على إنسانيتِك وجاية على آمم النعمة الكبيرة اللي ربنا مدّيها لِك، أنتِ أنثى. ليه أنا ما احترمتش ده؟ ليه لبست الشنب الجميل ده بتاع عشماوي ده؟ ده أحيانًا باقلّب الbalance ده يا روما، يعني إحنا مخلوقين بالmasculine والfeminine yes يعني yes أنا فالbalance I didn't مطلوب بس. أنا ما فهمتش ده على فكرة برضه غير لمّا دخلت برضه فكرة اليوجا، من الحاجات اللي عملت trigger فكرة الfeminine energy والmasculine energy، وإزاي أنا كسِت محتاجة إيه علشان هي يعمل لي دعم في حياتي، وإزاي الراجل كمان زيي عنده feminine وmasculine والاتنين زي بعض، بس هو محتاج هيتصل مع الطاقة الأنثوية والطاقة الذكورية بشكل يعمل له balance في حياته. فأنا بالنسبة لي كنت هاقول أتصل أكتر بطاقتي الأنثوية، أعيّط،
لمّا أحب أعيّط، وأقول أنا مش قادرة لمّا أحب أقول أنا مش قادرة. و ممكن حاجة تانية كمان ممكن أقولها إن مش محتاجة الvalidation من حد، مش محتاجة حد يقول لي برافو. ده سجن كبير بقى إحنا بنسجن نفسنا. أنا كنت مستنية كلمة أنتِ برافو، شاطرة، أنتِ هايلة، أنتِ حلوة، ده كان بيغذي جوايا الego اللي باقول لكم عليه. فدلوقتي أنا ده عملته عاجب أوكي، مش عاجب برضه حلو أوكي، يعني ما فيش حتى يالّا مع السلامة طز فيكم لأ. زمان لأ يالّا طز وأنا هاعمل لأ، دلوقتي لأ. يعني أنا باحترم أنت مش شايفني أو أنتِ مش شايفاني بالversion اللي أنتِ متوقعاه مني، تمام، بس it's okay. ده رأيكم وأنا وأنا أحترمه على فكرة يعني، وده مش هيعمل يعني لا يفسد بجد الود القضية خالص، بس مش هاستنى التسقيفة، ومش هاستنى يتقال لي إيه ده برافو، شاطرة، قوية، لإن في الآخر دي معايير دنيوية. وأنا حقيقةً يعني حسيت إن أنا الهدف بتاعي الجديد في الحياة إلا من أتى الله بقلب سليم. فكل ده، كل ده هو ده، هو ده الجواب. ريري إحنا هنا النهارده برضه علشان نتكلم نشوف إيه نوع السجن، ولو أنتِ النهارده رجعتِ تاني baby عندِك هذه الشجاعة والإقدام إنه توقّعي كوباية وتتكسر عادي Yes. جدًا، وتدخلي أوضة تلعبي فيها وهي مش أوضتِك بتاعة اللعب، بالضبط. هتعملي إيه؟ هي تربيتنا فيها حتّة إن لازم تعملي في الإطار، فأنتِ هتخرجي عن الإطار ده هتبقي لأ ما ينفعش. فأنا طول عمري وأنا صغيرة أنا باحب أهلي وباحب بابايا ومامتي، عايزة أسمع كلامهم وعايزة يتقال عليّا إن أنا البنت الجميلة الرقيقة اللي بتسمع الكلام كده. ودي طبعًا حاجة بتبقى تراكُضات كتيرة بقى خلال السنين، وبعد كده زي ما أنتِ بتقولي أنُط من السطوح دي، بعد كده بييجي فجأة كده التغيير في إيه؟ إن الواحد بيحس إن أنا مش مبسوط كده، في إيه؟ أنا فين من ده كُلّه؟ فنبتدي نفكّر أنا عايزة أعمل إيه، فأول ما بتبتدي تفكّر أنا عايزة أعمل إيه، بتبتدي تلاقي الresistance زي ما قُلنا هنا خلّينا نقول من الناس اللي حوالينا، لإن بنتكلّم على validation الناس اللي حوالينا. فالفكرة دي إن لأ، ابتديت لأ، في حاجات كتيرة أوي لأ، أنا مشاعري بتقول لي إن أنا مش عايزاها. يعني إيه مشاعر؟ بمنتهى البساطة عمرنا ما بنلِسْ لمشاعرنا، ودي كانت نقلة في حياتي جامدة جدًا، جدًا، جدًا. عيّطي، أنتِ قوية، لأ ما تعيّطيش، ليه ما نطلّعش مشاعرنا؟ ودي حاجة بجد كبيرة أوي، ربنا خلقنا المشاعر دي أساسي. بيقول لِك دايمًا المشاعر ما ينفعش تسأليها جات ليه؟ ممكن تقولي ليه عملت الaction، بس المشاعر لأ. يعني ده حقيقي، ده مضبوط، إن إحنا الhumanity بتاعتنا إحنا برضه إن إحنا البني آدم هو التكوين اللي في الكون اللي مختلف في حاجات كتيرة أوي، التركيبة بتاعتنا بالضبط. مختلفة أوي. فما اتعلمناش نسمع مشاعرنا، فدي كانت الحاجة الناقلة في حياتي اللي هو اسمعي نفسِك حاسة بإيه، متضايقة، زعلانة، مبسوطة، كده. كان 2 presence في حياتي هُم اللي كانوا كبار أوي واللي يمكن كانوا turning points كبيرة أوي في حياتي. كان أول حاجة طبعًا شغلي، إن أنا سنين اشتغلت في الشغل ده وفجأة اكتشفت إن أنا مش باحب الشغل ده. فاللي هو إيه ده، هو أنتِ ليه قاعدة فيه؟ اهم. لازم تاخدي قرار، لازم تتغيّري، لازم تقولي في تردُّد وفي resistance في كل حاجة، بس جيت في الآخر لأ، أنا مش ده اللي باحبه، أنا عايزة أعمل حاجة باحبها even if لو أنا مش شايفة إيه الخطوة اللي بعديها. دي كانت أول step بالنسبة لي كانت نقلة. تاني نقلة بالنسبة لي كانت جوازي، إن أنا فجأة حسّيت إن أنا عايشة سنين كتيرة أوي، اتجوزت صغيّرة وما كنتش فاهمة يعني إيه جواز صح. كنت فاهمة إن زي ما إحنا صغيرين 2 بيحبوا بعض ويتجوزوا والحياة تبقى جميلة، فاتجوزت وخلّفت، وبعدين فجأة حسيت إن مش هي دي العلاقة اللي أنا عايزاها، مش هو ده الشكل الحياة اللي أنا عايزاه. فابتديت أفكّر إيه المناسب ليّا، إيه اللي أنا قابلاه وإيه اللي أنا مش قابلاه، إيه اللي أنا أوكي معاه وإيه لأ، وابتديت أcommunicate إيه أنا عايزة إيه. بعدين فجأة حسيت إن لأ، أنا مش هي دي الحياة اللي أنا عايزاها. واكتشفت إن ده كان load عليّا بقى له كتير أوي وأنا مش واخدة بالي، أنا مش واخدة بالي. ليه؟ لإن دايمًا
إحنا عندنا برضه حاجة أساسية، إحنا لازم نبقى بنحافظ على البيت، لازم نبقى بنحافظ على الأولاد، ودي حاجة طبعًا حلوة وكويسة جدًا وأساسية فعلًا. family دي حاجة ما فيش أي حاجة في الدنيا تعوّضها، بس لو بالذات لو الأم مش مبسوطة في علاقة الrelationship عامةً، عمرها ما هتدّي حاجة حلوة للأولاد. ومن هنا فهمت إن أنا لازم أفكّر دي طريقة تفكيري في أولادي أصلًا، إن أنا إزاي أعمل اللي أنا عايزاه، إزاي أعمل اللي يريحني، إزاي أعمل اللي أنا قابلاه، وإزاي أقول إيه اللي أنا قابلاه وإيه اللي أنا مش قابلاه. فدي بالنسبة لي كانت نقلة كبيرة أوي، يعني زي ما بيقولوا كده حاجة هزّت عرش كل حاجة جوايا، إن أنا آخُد قرار الdivorce الطلاق. وجِه بعد حاجات كتيرة أوي، وجِه بعد reflections كتيرة أوي. قرار مش سهل، وقرار لازم نبقى متأكدين إن إحنا عايزين نعمله، مش بس أنا متضايقة، مين بيعمل إيه، لأ أنا عايزة كذا، أنا ناقصني كذا. لأ ده قرار كبير أوي، 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 أوي. لازم نفكّر في الزوايا بتاعته كلّها كويس أوي، ولازم نبقى مستعدين للcircumstances اللي هنقابلها أو الأبعاد اللي هتحصل بعد القرار ده كويس أوي قبل ما ناخده. أنا عشان عارفاكِ بقى كمان، عايزة أقول حاجة مهمة في الحتّة دي عشان الناس تبقى فاهمة إنه هي شجاعة. على فكرة أنتِ كان جوازِك love story واخترتوا بعض من أيام الجامعة. الرسالة برضه اللي محتاجة الناس تبقى فاهماها إنه هو تمام إن آخُد قرار غلط وافتكر ساعتها إنه صح، بس بعد ما أمشي شوية أحس إن أنا محتاجة آخُد الU-turn. اليوتيرن. دي نقطة مهمة برضه أنا عايزاكِ يعني أنا بس باحطها بين قوسين كده، ده كمان علشان yes. ده معناه إنه أنتِ عشان يشوفوا الخطوة كانت قد إيه شجاعة إنها تتعمل، إنه بالرغم من الbackground دي، بالرغم من القصة دي، اللي حصل إنه كان ليها توقيت خدتِ فيه قرار تاني مختلف. يس. وهنا يا جيجي أنا قبلت التغيير، أنا اتغيّرت فعلًا. يعني أنا وقت ما كنت باخد القرار ده أنا كنت مش أنا الشخصية اللي كانت اتجوزت في الأول، وده طبيعي لإن دايمًا بنتساءل ما أنتِ كنتِ بتحبيه، ما أنتِ كنتِ إيه، أنا كنت واحدة تانية. لازم نقبل إن إحنا كل مرحلة عمرية في حياتنا إحنا بنتغيّر. العلاقات بتكمّل لمّا بيبقى في acceptance للتغيير، وده بيتعب وده بيتعب عشان يوصل لحاجة واحدة. فاقبلوا إن أنتم بتتغيّروا وإن رأينا بيتغيّر، وإنه ممكن كان بابايا مثلًا ييجي يقول لي: "ما أنتِ اللي كنتِ اخترتِ من 15 سنة." اقبلي إن أنتِ تقولي ما أنا ساعتها ما كنتش فاهمة، أو إن أنا ساعتها كان تفكيري مختلف، فتمام ما فيش مشكلة. ممكن أقول حاجة يا ريهام في النقطة دي عشان كانت دخلت في discussion مع حد من أصحابي، هي برضه ماشية في process بتغيّر حاجة أوي مع الpartner بتاعها، فهي بتقول لي: "أنا حاسة إن أنا في حتة وهو في حتة، إحنا كنا زمان مع بعض، واقفين مع بعض، أنا ماشية في طريق بشكل معيّن وهو ثابت مكانه، هو مش بيjoin، هو مش بيحاول يcompromise، وأنا حتى لمّا باحاول أتكلّم هو مش قابل الversion الجديد بتاعي." فدي most of the painful situations إن أنا باحبه على فكرة وأنا عايزاه، وهو إنسان ممتاز، بس هو واقف في حتة ومش عارف هيطلع، مش عارف حتى يستوعبني من غير ما يتغيّر. يعني مش لازم خالص تتغيّر على فكرة كشخص أو تمشي في رحلتي بشكل معيّن، بس كفاية إنك تبقى قابلني، بتدعّمني، مشجّعني. فساعات غصب عننا الظروف والحياة والنسخة الجديدة بتاعتنا اللي إحنا بنختارها مع الأسف مش بتبقى ملائمة مع أصحابنا الclose، مش ملائمة مع أزواجنا. اللي بنحسه من الناس اللي حوالينا. exactly. لأ، وإن إحنا نبقى فاهمين إنه حتى دينيًا إحنا عندنا الحرية في الاختيار، والحرية في تحمُّل النتايج بتاعة الاختيار، بالضبط. وده جزء من الprivilege اللي البني آدم واخده عن بقية الكائنات الأخرى اللي موجودة. من اللي أنتِ بتقوليه أنا هنا باتكلم على الdecision line، الحتّة بتاعة إنه لمّا بيأتي مع القرار، لو أنا تخيّلت إن أنا بارسم خط، وده الخط ده هو القرار اللي أنا باخده في حاجة مهمة، لو الناحية التانية من الخط أنا واقفة stuck، واقفة باعاني من لخبطة، باعاني من انهيار نفسي، باعاني من عدم القدرة على الوضوح في إن أنا آخُد قرارات معيّنة، أبُص أشوف هو الناحية التانية من الخط ده مع القرار ده أنا المفروض هابقى شايفة نفسي إزاي، مطلوب منّي أغيّر من شخصيتي إيه عشان أبقى أعدّي من الضفة دي للضفة دي.
ده اللي بنقوله في الحتة بتاعة ده زي exercise. أنا شايفة إنه مهم أوي إنه أي حد بياخد قرارات. وعلى فكرة عايزة أقول على حاجة، إنه اتخاذ القرار ملوش تعريف معين. يعني ملوش تعريف إنه أنا لازم أخد قراراتي بسرعة زي ما بنشوف في الcorporate lives، أو إن حد بطيء في اتخاذ القرار. كل شخص فينا الطريقة اللي بيبروسس المعلومات بيها وقدرته الايموشنال على ان هو ياخد قرارات في حاجات كتير مختلفة من حد للتاني، لان كمان بيحكمها اللي احنا بنقوله اللي هو الاطار بتاع هو المجتمع حاططنا في ايه وفي قوالب شكلها ايه، والسجن اللي المفروض ان احنا نكسره ازاي. طيب الشجاعة برضو متطلبة انه انا بغير في الايدنتيتي بتاعتي، بغير في تركيبة الشخصية بتاعتي. وعايزة اقول ان ده ينطبق على النساء والرجال، لانه برضو احنا محكومين في environment في مصر والوطن العربي ان في بوكسز معينة كده هو للرجال، ان هو يبقى دايما باين ان هو القوي، ان هو ملوش اوقات يضعف فيها، انه على طول بيجري ورا لقمة العيش، انه هو المفروض انه يبقى سكسسفل على طول وناجح على طول، يبروفايد للعيلة، ما يزعلش، ما يتضايقش، ما يقولش مش قادر، ما ولو جه قرر ان هو ياخد قرارات مختلفة عن القوالب اللي موجودة دي، بيبقى فيه باريرز كتيرة وموانع كتيرة يفكر فيها 100 مرة فلا يكون نفسه. يعني لو احنا بنقول ان احنا من انا هنا هو، فهو النهاردة بيحط اقنعة وبيضطر يتصرف تصرفات ما يكونش هو اللي عليها. ما بيقفش يسأل هو انا فعلا عايز امشي في السكة دي، اعيش العيشة دي، اكمل هنا، اخد قرار مختلف. فدي نقطة تانية برضو محتاجين ان برضو الاخر، مش بس احنا كنساء، لا هو برضو الوعي ده محتاج يبقى منتشر في حتى مع الرجالة، بيتصرفوا ازاي وبيعملوا ايه. يعني رأيك ايه في الحتة دي؟ والله بتقولي دلوقتي يا شيشي يعني خبطت فيا كده حتة اللي هو بفتكر حتة لما كنت بلوم أو بخش في جدال مع جوزي على انت ما عملتش ده، انت ما خلصتش ده، انت ما قمتش بده. أيوة، لأن أنا لابسة دور مش دوري، مزودة على نفسي أعباء ومهام كتيرة جدا، فبالتالي مع الوقت هو غصب عنه خلاص، ما انتي بتعمليها، انتي شايلاها، ليه بتلومي دلوقتي عليا لما أنا مش بقدمها لك؟ مبقاش فيه البالانس. ما بقاش في بالانس. مع العلم ان انا لما I step back فالحاجات الصغيره مش بكلم في حاجات كبيره، لا الحاجات الكبيره هو الحمد لله بيشيلها، الحاجات الفاينانشال، السبورت، كل حاجه ده هو الحمد لله بيقوم بيه، بس بتكلم على فكره حاجات الصغيره. زي ما بنقعد كده نتكلم مع جوازاتنا، ما عملتش ده، ما خلصتش ده، ما عديتش على السوبر ماركت جبت ايه، it ended up طب ما انتي بتعملي الحاجه، ولما حتى بتسيبيه بيعملها بتنتقديه، الحاجه مش طالعه بالشكل اللي انتي عايزاها هتطلع بيه. بافتكر أول مرة خدت كورس فقُلت له: محمود أنا هاسافر وهاسيب لك الولاد. طيب ماشي. طبعًا لمّا رجعت من السفر حاجات بقى طبعًا معمولة مش السيستم والروتين اللي باحطّاه للبنات، فكان عندي شوك كده، فقُلت له: إيه ده؟ ده طبعًا في funny story إن لقيت بنتي الصغيرة نادية ما سرحتش شعرها بقى لها أسبوع، أنا باقول له: إزاي يا محمود؟ قال لي: ما هي ما كانتش عايزة تسرّح شعرها، قُلت له: فهي مش عايزة فخلاص هنسيبها بالجنبوشة كده. فبعدين قال لي كلمة فعلًا غيّرت كتير أوي، إزاي هو بجد كان له impact برضه كتير عليّا، قال لي: أنتِ طلبتِ مني job إني أخلّي بالِك، دي الطريقة اللي عملت بيها الjob، دي إمكانياتي في عمل الjob it's okay. ساعتها قُلت أنتِ عايزة تعملي حاجة، احترمي الآخر بإمكانياته، واحترميه إن في حاجات تانية هو عملها أحسن ما أنتِ ما بتعمليها على فكرة. ففكرة إن أنا أحط نفسي في قالب وافتكر إن هو ده الناس كلها سواء جوزي، صحابي لازم يمشوا مع القالب اللي أنا حاطاه عشان أنا باطلّع الoutput بالشكل الفلاني، أو ألوم الناس وانتقدهم لما ما يعملوهاش بالشكل اللي أنا عايزاه، أنا باحط على اللي قدامي load وحمل وعبء هو حقيقي مش محتاج وبيبعدنا جدًا، جدًا عن بعض. وهنا باقول إن كمان الراجل لما تلاقي إن الload عليك كبير، لما تحس إن أنت محتاج تقول لأ،
أنا محتاجة أرتاح، ده كفاية، ده too much، قوله. ما تاخدش أنت كمان عباءة السوبر مان وتقول لأ أنا هاعمل كل حاجة وأنا كده هاخلّص، لأ you are burning yourself out. ده حقيقي فعلًا. أنا عايزة أركّز على ده في حتّة الdivorce اللي أنا اتكلّمت عليها دي برضه، إن في رجالة كتير جدًا، جدًا برضه عايشين عيشة هُم مش مرتاحين فيها، وما باتكلّمش هنا على أسباب الdivorce إن لازم تبقى خيانة، ضرب، مش عارفة إيه، فأنا لازم أقول كده عشان خاطر يبقى في divorce. أنا باتكلّم عن العلاقات الmature اللي بين 2 partnering مع بعض، إن رجالة كتير برضه وما بيتكلّموش مش بيcommunicate حتى يقولوا إيه اللي بيضايقهم في ده. فده from two sides على فكرة، الست طبعًا. نفس القصة، لازم أمّا تبقى متضايقة من حاجة تقول وتطلّع اللي هي عايزة تقوله، والراجل نفس القصة، وmaybe الطريقة دي هي اللي توصّل إن الاتنين يوصلوا لحتّة on solid ground هُم الاتنين بنفس الأفكار ونفس الطريقة. فده مهم أوي في حتّة الdivorce يا جماعة، إن الفكرة مش فكرة إن لازم ده يعمل حاجة وِحشة وده يبقى وِحِش عشان التاني يقول أنا اتطلّقت، لأ، هي ممكن يكون الاتنين خلاص في حاجة بينهم ما بقوش مرتاحين فيها والاتنين كويسين، ونaccept إن دي حاجة وارد إن هي تحصل. ممكن يكون أنا اتغيّرت فاللي قدّامي مش قادر يcope مع التغيير بتاعي وخلاص هو clear about إن هو مش عايز يcope مع ده، فتمام، هي دي الفكرة يعني بس. هو على فكرة ده كمان حتى في الcorporates، يعني لازم يكون في شجاعة لو أنا شغالة إن أنا أروح communication، إنه حتى كمان لو أنا باشتغل في مكان ومحتاجة أروح أتكلم على raise، لازم أعرف إزاي أكون رايحة عندي شجاعة إني أروح طالما أنا أستحق إن أنا أعمل ده. أنا محتاجة أتكلم مع الteam leader بتاعي، محتاجة أتكلم مع المدير بتاعي، هو لازم أروح. ودي كانت من الحاجات الexperience اللي أنا نفسي مرّيت بيها، ما كانش عندي هذه الشجاعة إن أنا أروح أقول أنا مش موافقة على المرتب ده، أنا مش موافقة على الtitle ده، أنا مش ما كانش عندي ده. كنت بaccept حاجات كتير. عندنا برضه. لإن عيب إنِّك تروحي تتكلمي، إنِّك تقولي الكلام ده كله. بالضبط. اللي عايزة أقوله إنه علشان نwrap القعدة بتاعة الشجاعة، عايزة أقول حاجة يا جيجي اتخاذ القرار. في الwrapping up عشان أقول كلمة أخيرة، أنا أحتاج منّي شجاعة إني أروح أقول لمحمود جوزي أنا محتاجاك أنت اللي تعمل ده، أنا تعبت. يعني فعلًا أخدت منّي وقت طويل أوي إن أنا أعترف إني مش قادرة أعمل ده، وإن أنا ممكن أكون عندي ego إني حاطة standards معيّنة، وإني آسفة إن أنا حاطة لك الstandard دي. أخدت منّي برضه شجاعة إني أعترف إن لأ، أنا حقيقي محتاجة لك، محتاجة إن أنت اللي تقوم الحاجات دي، وإن أنت ممكن تعملها أحسن منّي بكتير. في النهاية last but not least زي ما بنقول، إحنا عندنا potential عالي أوي ك human being، كبني آدمين. إحنا الخلق بتاعنا مختلف تمامًا عن حاجات كتيرة أوي موجودة ويحضرني هنا. يعني مش عايزة الناس يبقى عندها ثقة في نفسها وثقة في القرارات بتاعتها وشجاعة في إن هم يمسكوا في أحلامهم وقراراتهم. ما تخافوش، ما تخافوش، بجد ما تخافوش. كلنا مرّينا بالكلام ده كله، وإذا إحنا عملناه أنتم كمان تقدروا تعملوه. يحضرني مقولة كنت دايمًا بافكر فيها هنا للإمام علي رضي الله عنه، إن هو كان بيقول وكانت ودلوقتي بس فهمت هو يقصد إيه بالمعلومة دي، ويمكن الواحد قدّامي يفهمها بطريقة مختلفة. دواؤك فيك وما تبصر، وداؤك منك وما تشعر. تزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. واعلم أن الطريق لا يمنح بل يكتشف، وأن عليك أن تمشيه لوحدك حتى توصل بنفسك إلى نهايته. معناه إيه؟ إن إحنا من أنا دي، ده دوري أنا إن أنا أعمله. فإحنا جوانا نزعم أننا جرم صغير وفينا انطوى العالم الأكبر. أشوفكم الحلقة الجاية.